السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي من اسكندرية. طيب، في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الإف كونديشن أو بمعنى صح اتكلمنا عن الإف إلس. فقلنا لو الكونديشن اللي هنا ده بترو، لو الحاجة اللي هنا دي بترو حاجة صح، كل اللي هنا ده بقى الناتج بتاعه أيا كان هو إيه. لو بترو هيديني ترو. طب لو عكس ده، لو هو مش بترو هيقول لي هنا فولس. طيب في حاجة دلوقتي هناخدها اسمها الاف والالس اف. طيب ايه الفرق ما بين الاف وانا هحتاج ايه الالس اف؟ هحتاجها في ايه بالظبط؟ خلينا نبدا من الاول خالص خالص خالص. طيب مبدئيا حاجه عايزك تكون عارفها في السنتكس. لو انا دلوقتي جيت عرفت انت اكس بتساوي 20، بلاش ال20 دي، احنا كفايه عشرينات يعني. خلينا نقول انت اكس بتساوي 25 وانت واي بتساوي 50. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ايه في كونديشن؟ اقول لو الاكس بتاعتي تساوي 25 وده حقيقي، بفتح تو بريسز print if x equals 25. يبقى دلوقتي لو الاكس بتاعتي ب25 هيطبع لي ان الاكس، هيقول لي ان الاكس equals 25. خلونا نجرب بالمنظر ده x equals 25. طيب ايه الحاجه اللي انا عايز اقولها في السنتكس ان انت تكون عارفها؟ لو عندي if condition او عندي else او عندي else if او ايا كان، لو انا عندي هنا هكتب حاجه واحده، يعني انا دلوقتي مثلا كاتب حاجه واحده، دلوقتي انا بقيت كاتب 2 3 4، بقيت كاتب 4 حاجات. طيب لو انا في حاله معينه كاتب حاله واحده او كاتب حاجه واحده للكونديشن ده، يبقى لو ده اتحقق هيعمل حاجه واحده، سطر واحد من الكود اهو. ركز كويس جدا جدا جدا. ممكن اشيل البريسز بالمنظر ده، فلما اجي رن هتديني نفس الناتج. هو فاهم لحد اول حاجه بعده. طب لو انا جيت ابرنت حاجه كمان بعديه، ممكن انت تبقى تجربها، مش لازم نضيع وقت الحلقه. طيب آه، جربها، مش الموضوع ما فيهوش اي مشاكل يعني. طيب يبقى احنا اتفقنا دلوقتي. ولو جيت قلت else مثلا، ممكن اكتب برضو ايه بالمنظر ده كده، ايه نو مثلا. لا، يبقى انا دلوقتي خليك عارف ان انا الطبيعي بتاع السنتكس بتاعي ان انا بعمل تو بريسز بالمنظر ده كده، واقوم حاطط ايه الحاجات بتاعتي هنا. لو اكتر من حاجة، 1 2 3 4، حطيت كذا حاجة. طب لو عندي حاجة واحدة في اي if condition، انا اقدر ان انا ايه اشيل دي، واقدر ان انا اشيل دي. طيب دي حاجة بتاع ايه يعني، تريك كده ممكن تحصل معاك في التريسنج او في الامتحانات او الكلام ده كله. عملية التتبع للبرنامج بتاعك ممكن يجيب لك الامتحان يقول لك اوجد الخطأ مثلا في الكود ده، فانت مش شايف البريسز اللي انت متعود عليها، فتقول يلا هوبا في سنتكس ايرور، في مصيبة في الكود، كنت كاتب غلط، انت دكتور يعني، مش عايز اشتم ايا كان. فلا، هو ده ينفع ان هو لو انت بعد الكونديشن بتاعتك تعمل حاجة واحدة فقط. لو اكتر من حاجة مش هيعملها تبع الكونديشن، هيعملها تبع الاسطر العادية بتاعتي في الكود، وانت جرب وهتفهم اللي انا بقول عليه كويس. طيب خلونا دلوقتي نتكلم عن حاجة اسمها الاف والس اف. لو انا دلوقتي جيت قلت لك اف الاكس بتاعتي تساوي 25، قول لي هنا لسه كنا كاتبينها x equals 25. طيب لو انا عندي حاجات تانية ليها علاقة بنفس يعني دلوقتي انا عايز اقول له او لو تمام باللغة العربية، او لو else if، او هي مش او لو قوي يعني، بس هنفهم دلوقتي. y تساوي 50، قول لي ايه print if، قول لي ان y equals 50. طيب ممكن اعمل عدد لا نهائي من ال if، ممكن احط كذا حاجه هنا. خلينا نحط كمان حاجه عشان لو انت ايه الموضوع بالنسبه لك عامل لك ربكه، نعمل لك كمان اهو. يلا يا عم مش هرمينك من حاجه. طيب لو الواي بتساوي 30 مثلا، المره دي اكبر من ايا كان بقى الحاجه اكبر من ال50، هنا هنقول له نكتب مثلا نو 1، وهنا نو 2. طيب ممكن اكتب هنا else واقول له print، لو ولا حاجه من اللي فوق دول هيبرنت ايه
ولا حاجه بالفرانكو. طبعا انا مش من محبين نكتب nothing مثلا ولا حاجه. طيب ايه اللي بيحصل في المنظر اللي زي الزفت اللي قدامنا ده؟ دلوقتي هيدخل على الاف كونديشن بتاعتي، يشوف الاكس، هل الاكس تساوي 25؟ بتساوي 25. اطبع لي ان الاكس بتساوي 25. اول ما ده يحصل شكرا لكل الباقي ده ما بقاش موجود. خلاص يبقى انا دلوقتي مجرد ما الاولانيه دي لقاها تمام، كل اللي موجود بعد كده ده ولا ليه اي 60 لازمه، مش هيخش فيه اصلا. فخلينا نبيلد ونرن. تقريبا انا ناسي حاجه هنا، بيقول لي ايرور في ناسي هنا سيمي كولون. ده ايه يا جماعه؟ ده سنتكس ايرور. طيب عشان انا عملت كوبي وبيست وبتاع، ما علينا. جه قال لي هنا ايه بالمنظر ده؟ قال لي اكس ايكوالز 25. طب يا عم الحاج، طب ما الواي بتساوي 50. لا هو ما بيفهمش كده. في الاف والالس اف كل اللي بعد كده ده شكرا مش موجود طالما الشرط اتحقق. طيب خلينا نرجع تاني، خلينا نغير الشرط اللي فوق، نخليها لا تساوي 50 او لا تساوي 25 وهي اصلا بتساوي 25. فبالتالي هيجي هنا يشوف الكلام ده هيلاقيه بفولس فمش هيدخل هنا. طب ما دخلش هنا، يوم يدخل يبص على اللي بعدها الالس اف اللي بعدها. فخلونا نجرب كده ايه اللي هيحصل لو قفلته وجيت عملت رن. يجي يبص هنا يقول لك واي ايكوالز 50. يبقى هو دخل في الاولى لقى ان هي بفولس. طيب هيقول لها شكرا اكنها مش موجوده، اكنها انا دلوقتي يعني هشيلها اعمل لها كات اكنها مش موجوده. يخش يتشيك على الثانيه لقاها موجوده يقوم يطبعها، لقى الشرط اللي هنا ده تمام يقوم يطبع لي الكلام ده. طب لو لقاه مش تمام شيل لي الكلام ده شكرا. خش على اللي بعده. تمام اطبع، مش تمام خش على اللي بعده. تمام اطبع، مش تمام. لو مش تمام خالص بقى كل اللي فوق دول مش تمام، الالس الاخيره دي بقى اللي هو لو ولا حاجه من اللي فوق دي تمام اطبع لي nothing. خلينا نرجع تاني. طبعا كنترول زي ترجع الحاجه بتاعتك زي ما انت عايز. يبقى احنا دلوقتي ايه الفرق ما بين الايف والالس اف؟ الالس اف الس اف عندي كذا حاجه انا عايز اتشيك عليها، بس بمجرد ما يحصل لي حاجه صح، مجرد ما واحده منهم ادتني ترو خلاص انا بهمل كل اللي بعدها. فلو جالي ترو هنا في المنطقه دي كده ايه دي ادتني ترو، فيقول لي واي ايكوالز كذا، خلاص كل اللي هنا ده بالنسبه لي ايه شكرا ملوش اي 60 لازمه مش هيخش فيه اصلا. طيب ده ببساطه الايف والالس اف. في حاجه عندنا كمان اسمها النستد اف كونديشن. يعني ايه نستد؟ يعني انا اعمل اف جوه اف. بمعنى خلينا نكتب حاجه بسيطه كده، اف الاكس بتاعتي تساوي 25. اتفقنا ان لو الشرط ده تمام وهو فعلا تمام هيعمل لي الحاجات اللي هنا. طب انا من ضمن الحاجات اللي هنا انا ممكن اكتب اي كود انا عايزه، ايا كان دماغي بقى اللي جايباه البروجرام اللي انا عايز اعمله او ايا كان هكتب حاجه هنا. طيب انا دلوقتي عندي حاجه عايز اتشيك عليها جوه الحاجه دي فبنسميها نستد، يعني حاجه ملعبكه كده داخله في بعضها كده زي فروع الشجر. تلاقي فروع الشجر نست بنسميه نستد، يعني تلاقي الشجره ليها فروع كتير كده نستد ايا كان بقى. يعني بحاول اوضحها باي شكل، بس الفكره ان انت عندك حاجه جوه حاجه، عندك اف جوه اف. فبالتالي احنا اتفقنا لو الاكس بتساوي 25 هنعمل اف كمان جوه الاف الاولانيه. يبقى انا طالما انا لسه ما بين البريسز دي الكيرلي بريسز دول يبقى انا بشتغل على ايه؟ لو ده تمام اعمل لي الحاجات اللي جوه. طيب نكتب هنا مثلا لو الواي بتاعتي تساوي طيب تساوي 50. نفتح كيرلي بريسز الاف الثانيه ونقول له اعمل لي برنت ايه؟ يقول لي مثلا ناقص 50 مثلا. طيب حلو جميل جدا. يبقى ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اول حاجه هيخش يشوف لي الكونديشن الاولاني، هل الاكس تساوي 25؟ لو بتساوي خش اعمل لي الكلام اللي هنا ده كله، كل اللي هنا ده قبل الكيرلي بريسز ده. يبقى انا بشتغل ما بين دول دلوقتي. لو ده تمام اتحقق وهو فعلا اتحقق خش بقى شوف لي الكلام ده. طيب يشوف لي ايه هنا؟ عملت اف تانية يبقى كده اسمها نستد اف كونديشن. طيب لو الواي بتاعتي تساوي 50 قول لي ان الرقم 50. طيب تعالوا نشوف هل فعلا الكلام ده صح. يبقى المفروض يطبع لي يقول لي ناقص 50. خلينا نطفي ده ونبيلد ونعمل من الاول. هيجي هنا يقول لي ايه؟ ناقص 50. طيب افرض انا دلوقتي عايزك حاجه تفرق ما بينها كويس جدا جدا عشان ما تتلخبطش. احنا قلنا ما بين الاتنين دول انا بعمل الحاجه اللي هتحصل لو الشرط ده اتحقق. طيب افرض انا دلوقتي عايز ابرنت هنا مثلا
اقول اوكي. تمام. ايه اللي هيحصل هنا بالمنظر؟ اللاين اللي انا حطيته ده حدوده فين؟ محطوط ما بين مين ومين؟ محطوط ما بين ده وده، ده وده. ركز معايا، محطوط ما بين اللي متلون عليهم بالازرق. لو الاكس بتاعتي تساوي 25، اول حاجه يعملها يخش على الاف دي، بعد ما يخلصها يبرنت يقول لي اوكي. طب البرنت الاوكي دي تبع ايه؟ هل هي تبع دي، تبع الكونديشن دي، تبع الاقواس دي؟ لا، هي مش تبع الاقواس دي. فانا لو جيت عملت انتر هنا كده بالمنظر ده عشان يبقى اوضح شويه، تعالوا نزوم كمان، نزوم. حلو قوي كده. يبقى انا عندي اللي بيحصل هنا ما بين الاثنين دول ليه علاقه بالايه؟ بالكونديشن دي، لو الواي بتساوي 50. طب اللي بيحصل بقى ايه ما بين الاثنين دول؟ ده ليه علاقه بايه؟ لان الاكس بتاعتي بتساوي 25. طيب لو جينا نعمل كده نرن، فهيجي يقول لي نمقص 25 داخل هنا، لا نمقص 50، لا هنا تمام. بعد كده يبرنت اف يقول لي اوكي. طيب لو انا دلوقتي الشرط اللي هنا ده مش هيتحقق، فانا هعكسه مثلا، اقول لو الواي لا تساوي 50 وهي تساوي 50، فبالتالي هنا هيديني زيرو او هيديني فولس، فمش هيخش ما بين دول، مش هيعمل الحاجات اللي ما بين دول. المفروض يطبع لي اوكي صح كده، يبقى هو ما بين ده وده، لان هي هيخلص ده هيلاقيه مش موجود، خلاص الكود يقوم يبدأ يشوف لي الاوكي دي يطبعها لي. طيب خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. بيلد اون ران، هلاقي قال لي اوكي. هو دلوقتي ايه اللي حصل؟ شاف الكونديشن الاولاني، هل اكس تساوي 25؟ تساوي 25. طيب خش لي اعمل لي الحاجه اللي ما الحاجات مش الحاجه اللي ما بين دول. طيب دخل يعمل لي الحاجات اللي ما بين دول. اول حاجه لقاها قدامه كونديشن تانية نستد، لو الواي لا تساوي 50، لو الواي بتاعتي لا تساوي 50، هل الواي لا تساوي 50؟ لا، الواي بتساوي 50، فبالتالي مش هيطبع لي السطر ده ومش هيعمل الحاجه اللي ما بين دول. طيب البرنت اف اوكي دي تبع انهي اقواس؟ تبع الاقواس دي، هي بره دول، بره ده خلاص، هي بعيده عنه، بره عن الاتنين دول المقفولين دول مع بعض. بس فبالتالي ده بالنسبه لنا حاجه اسمها النستد اف، ان انا ممكن احط بقى اف جوه اف جوه اف جوه اف جوه اف جوه اف. ممكن تقرف نفسك بقى، تبدا تتتبع بقى وتعمل تريس حاجه ورا التانيه ورا التانيه ورا التانيه. واحنا ممكن اعمل لكم مثال بسيط جدا 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 في الفيديو اللي جاي عن حاجه انت تبدا تعمل لها تريس بايديك مش بالكمبيوتر. ما تعملهاش على السي، عايزك ان انت تبدا تحرك ايديك كده وتبدا ان انت ايه تتتبع لحد ما تقول لي القيمه في الكومنتس. اكتب لي تحت القيمه بتاعت الناتج اللي هيطلع لك في الاخر هتبقى ايه. شكرا، واتمنى تكون حلقه مفيده.